السلام عليكم. مدرب الأهلي مارسيل كولر يثور غضبا في أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بسبب مهاجم الأهلي الجديد، ويكشف عن مهاجم الأهلي الجديد. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن فشل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع للنادي الأهلي، فقد صرح مدرب الأهلي مارسيل كولر من داخل معسكر الأهلي في النمسا وقال: لقد رشحت بعض المهاجمين للنادي الأهلي من أجل التعاقد معهم، لأن الأهلي يحتاج خلال الفترة القادمة إلى مهاجم من طراز رفيع يعزز المركز الأمامي في النادي الأهلي، لأننا سوف نشارك في عدة بطولات خلال الثلاث أشهر القادمة، ومنها دور السوبر الذي سيبدأ الشهر القادم، وأيضا كأس العالم للأندية الذي سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل أيضا. وكنت أرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي سوزا، ولكن كل المفاوضات باتت بالفشل مع هذا المهاجم، فكيف سندخل هذا الموسم من غير أن نتعاقد مع مهاجم من هذا الطراز الرفيع؟ ويجب على إدارة النادي الأهلي البحث عن مهاجم من الآن وبكل سرعة قبل فوات الأوان، تعويضا لرحيل محمد شريف. فقد رشح لي بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي للمهاجم وليد أزارو الذي يلعب في الدوري الإماراتي، ولقد أعجبني جدا هذا المهاجم الذي لعب من قبل في النادي الأهلي، ولقد شاهدت إحصائيات أزارو مع النادي الأهلي ولقد أبهرتني هذه الإحصائيات. فهو لعب 89 مباراة في جميع البطولات، أحرز 41 هدفا وصنع 16 هدفا، وهذا معدل تهديف رائع، فهو سيكون خير بديل للمهاجم البرازيلي سوزا. وفي النهاية لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.